وعليه فقد ثبت لدينا من خلال التحقيقات والأدلة التي جمعتها النيابة العامة عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة عن شرفة المنزل، وإن هذا الادعاء تم اختلاقه وتعميمه من خلال أحد المتهمين لتضليل التحقيق وحرفه عن مساره، والهدف منه إخفاء ظروف الجريمة ولتبرير الإصابات الجسدية التي تعرضت لها المرحومة نتيجة الضرب قبل دخولها للمستشفى. وأيضا ثبت من خلال التحقيقات أن إدخال المغدورة في المرة الأولى للمستشفى كان بسبب تعرضها للعنف أسري أدى إلى إصابات جسدية عديدة، ولكن للأسف بسبب عدم تصريح المرحومة بالأسباب الحقيقية لما تعرضت له، حيث أفادت الشرطة بأن هذه الإصابات نتيجة سقوطها دون ذكرها لأي اعتداء تعرضت له. ثبت للنيابة العامة أن مقطع الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلق بصراخ المرحومة داخل مستشفى بيت جالة الحكومي هو ناتج عن دمج مقطعين منفصلين بفارق زمني يتجاوز ال7 ساعات بينهما، حيث تم الحصول على المقطع الأصلي وتحليله وسماع أقوال من قام بتصويره وتسجيله. أثبتت الأدلة والتحقيقات تعرض المغدورة لسلسلة من الضغوط النفسية والعنف الجسدي وإخضاعها لأعمال شعوذة وأوهام. جاء التقرير الطبي الذي استلمته النيابة العامة بتاريخ 10/9/2019 من قبل الطبيب المكلف بعد استلامه لنتيجة فحوصات السموم من مختبرات الأدلة الجرمية، وفي 4/9/2019 واستلامه قراءة نتائج الشرائح النسيجية من قبل أخصائي علم الأمراض مفادة وفاة المرحومة إسراء الغريب هو قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف والأنسجة تحت الجلد في الصدر نتيجة مضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها المغدورة. أركان وعناصر جريمة القتل. الأدلة الثابتة بالملف تم تلاوة الاتهام ل3 أشخاص وهم ميم صاد وباغ وألف غ بتهمة القتل خلافا لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 والمتعارف عليها بجريمة الضرب المفضي للموت، حيث تم إلقاء القبض عليهم واستجوابهم بالتهم المسندة إليها وتوقيفهم، وسيتم إحالة الملف للمحكمة ليتم محاكمتهم وفق الأصول والقانون بما يضمن محاكمة عادلة. وفي